الحمد لله له العزة والجبروت وله الملك والملكوت وله الأسماء والصفات والنعوت. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. اللهم كما لطفت بعظمتك دون لطفاء وعلوت بعظمتك على العظماء وعلمت بما تحت أرضك كعلمك بما فوق عرشك، وكانت وساوس الصدور كالعلانية عندك وعلانية القول كالسر في علمك، وانقاد كل شيء لعظمتك وخضع كل ذي سلطان لسلطانك، وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيديك. اللهم اجعل لنا من كل هم وغم وفتنة أصبحنا فيه فرجا ومخرجا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وأشهد أن معي الموحدون أنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت لهذه الأمة وكشف الله بك الأمة وجاهدت في سبيل ربك حتى أتاك اليقين من رب العالمين. صلى عليك الله يا أمير الأنبياء ويا سيد المرسلين. فيا أيها الناس أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، لأن العزة كل العزة في طاعة الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وأحذركم أيها المؤمنون كما أحذر نفسي عن عصيان الله تعالى ومخالفة أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيها الأحبة في الله، إن من أعظم ما يحتاج إليه العبد في زمن الفتن وعند الشدائد المحن وتكاثر الهموم والأحزان أن يفر إلى الله جل جلاله وأن يلجأ إليه وأن يحسن الظن بربه، فهو سبحانه خير ملجأ وأعظم من يقصد وأرحم الراحمين، لأن الله جل جلاله قال ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أيها الإخوة، إن هذه الدنيا مصائب ورزايا وفتنا آلام تضيق بها النفوس. إن هذه الدنيا ليست دار بقاء ولا دار راحة، ولكنها دار ابتلاء وامتحان، وقد كتب الله البلاء على جميع خلقه، فما سلم منه نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي صالح، لأن الله جل جلاله قال لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. فكم في الدنيا من قلب مكسور وعين باكية ونفس أثقلتها الهموم وصدر ضاق بما حمل من الآلام، ولا يعلم ما يخفيه إلا الله سبحانه وتعالى. فمن الناس من ابتلي بالبطالة، ومنهم من ابتلي بالمرض، ومنهم من أثقلته الديون، ومنهم من حرم الذرية، ومنهم من يكابد مشاكل الأسرة في البيت، ومنهم من يعيش غربة قاتلة بعيدا عن وطنه وأهله. وكل أولئك يجمعهم أمر واحد، وهو أن الله
جل جلاله يراهم. الله يراهم ويسمع دعاءهم ولا يخفى عليه شيء من أحوالهم أيها المؤمنون. ومن أشد ما يؤلم القلوب في زماننا هذا ما يعيشه كثير من المغتربين الذين خرجوا يطلبون الرزق الحلال ويبحثون عن حياة كريمة لأسرهم، لكن تجد أحدهم يعيش وحده لا يؤنسه في بيته زوج ولا يلاعب أطفاله ولا يسمع ضحكاتهم، بل يعود إلى بيت صامد يعد طعامه بنفسه ويقضي ليله وحيدا، لكن قلبه متعلق بأهله وماله. فكم من أب اضطر أن يبقي أولاده في بلادهم أو يوصلهم إلى بلاد آخر لظروف يراها أنسب لهم، فمنهم من هم في بلادهم ومنهم من هم في مصر وفي كينيا وفي بلاد المسلمين، وهو هنا يعيش وحده يحمل هم نفقاتهم ودراستهم وصحتهم، وينتظر كل يوم رسالة أو اتصالا يطمئن به عليهم، وربما لا يرى وجوه أولاده إلا مرة في السنة أو سنتين، فيعيش بين الشوق والحنين وبين الأمل والانتظار. فيا عباد الله، لا تنسوا هؤلاء من دعائكم، فإن الغربة شديدة والفراق مؤلم وهموم الحياة ثقيلة، والدنيا ليست دار راحة بل هي دار امتحان وابتلاء. فاسألوا الله أن يحفظ أولاد المسلمين أينما كانوا، وأن يردهم إلى آبائهم وأمهاتهم ردا جميلا يا رب العالمين، وأن يؤلف بين قلوب الأسر، وأن يجمع شملهم على الخير والطاعة، وأن يرزقهم السكينة والطمأنينة في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. أحبتي في الله، فيا من أثرت البطالة فر إلى الله جل وجلاله. إذا إن الفرار إلى الله واللجوء إليه في كل حال وهم وكرب هو السبيل الوحيد للتخلص من ضعفنا وذلنا وهواننا. ويا من أرهقته الديون فر إلى الله جل جلاله، ويا من طال مرضك فر إلى الله، ويا من تأخر زواجك فر إلى الله، ويا من حرمت الذرية فر إلى الله، ويا من ضاقت بك الدنيا بما رحبت فر إلى الله جل وعلا. الأنبياء والدعاء نموذج. إن الأنبياء والرسل وهم خير الخلق وأحب الناس إلى الله جل جلاله نزل بهم البلاء واشتد بهم الكرب، فماذا فعلوا وإلى من لجأوا إليه؟ أخي الحبيب، أختصر لك الإجابة: إنه الدعاء، إنه التضرع والدعاء والافتقار إلى رب الأرض والسماء، إنها الشكوى إلى الله جل جلاله وحسن الصلة بالله. نماذج من الاستجابة لدعاء الأنبياء. هذا نوح عليه السلام يشكو أمره إلى الله ويلجأ إلى مولاه، فقال جل جلاله: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. كانت المنادات وكانت المناجاة، فكانت الإجابة من الرحمن الرحيم. فقال جل جلاله: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وقال عز من قائل: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وهذا أيوب عليه السلام ابتلاه الله بالمرض 18 عاما حتى ملوا زيارته لطول المدة،
فلم يبق معه إلا رجلان من إخوانه. بل أيوب صبر واحتسب، صبر واحتسب ولم ييأس من رحمة الله جل جلاله، بل بقي متعلقا بربه جل جلاله راجيا فضله. فأثنى الله عليه فقال إنا وجدناه أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أواب أي رجاع منيب إلى ربه. أيوب ظل على صلته بالله وثقته به ورضاه بما قسم له. وهذا يونس عليه السلام رفع الشكوى إلى الله جل جلاله، فلم ينادي ولم يناجي إلا الله، فقال جل جلاله وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فماذا كانت النتيجة بعد الدعاء؟ فماذا كانت النتيجة؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وهكذا زكريا عليه السلام. زكريا عليه السلام قال عز وجل من قائل وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فكان ممن شكا إلى الله ضعفه وحاجته وطلب من ربه الذرية الصالحة. فماذا كانت النتيجة؟ قال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين. إذا لماذا استجاب الله له؟ لماذا استجاب الله دعاءهم؟ لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات، لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات وكانوا لا يظلون الدعاء، وكانت قلوبهم متعلقة بالله جل جلاله. فقال الله عنهم وكانوا لنا خاشعين أي خاضعين متذللين معترفين بالفقر والضعف بين يدي الله جل جلاله. فإن الشكوى الصادقة تخرج من القلب قبل أن تخرج من اللسان. وهذا يعقوب عليه السلام. يقول يعقوب عليه السلام لما فقد ولده يوسف عليه السلام واشتد به الحزن لم يشكو إلا إلى الله جل جلاله، فقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يعقوب عليه السلام يعني انظروا إلى قوة اليقين وإلى عظيم المعرفة برب العالمين. فقد كان واثقا بأن الله لا يترك عبدا لجأ إليه، فاستجاب الله دعاءه ورد إليه يوسف وأخاه. فهذا يوسف عليه السلام ابتلاه الله بفتنة النساء فلجأ إلى الله واعتصم به قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه السميع العليم. وأخيرا وأخبر الله عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. فهي استغاثة وتضرع ولجوء وشكوى إلى الله جل جلاله. وهكذا أيها الأحبة إذا استعرضنا حياة الرسل جميعا كما قسم علينا القرآن الكريم رأينا أن الابتلاء والامتحان كان من سنن الله في أوليائه، وأن الصبر وحسن الصلة بالله ودوام الالتجاء إليه وكثرة الدعاء كانت سبيل النجاة والفرح. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه